السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في قناتكم حلويات وملاحات. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كيكة شيئا ما على الطريقة التركية بمقادير جدا سهلة بسيطة واقتصادية وكنلقاوها في أي بيت. هاد الكيكة غادي نديروها بالكاكاو وغادي نحشيوها من بعد بكريم شونتيي وبالموز أو البنان. كتجي لذيذة بزاف، هشيشة اسفنجية، يعني من ألذ ما يكون ومن أسهل ما يكون. فنمروا الآن مع المقادير وطريقة التحضير، وكنتمنى أنها تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. فبالنسبه للمقادير فغادي نحتاج 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض الفورس، 3 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه، واحد الكاس ديال الزيت يكون معامر، 2 معالق كبارين من الكاكاو، كاس ديال اليوغورت اولا الزبادي، كاس وربع ديال السكر، رشه ملح اولا قبيصه ديال الملحه، معلقه صغيره من الفانيلا سائله ممكن نعوضها بسكر فانيلا، و10 غرام من الخماره اولا البيكنج باودر. فاول حاجه كنديروها كناخذوا اناء وكنفصلوا داك الصفار على البياض، يعني كنديروا الصفار بوحديتو البياض بوحديتو، وكناخذ البياض وغادي نضيف عليه قبيصه ديال الملحه ونبدا نضربو بالضرب الكهربائي تيولي لي داير بحال الثلج. من بعد كنبدا نضيف السكر، غادي نضيفو فقط نصف الكميه تدريجيا مع التضرب المستمر حتى كيبيض لي اللون مزيان ديال داك بياض البيض وكيعقد وكيولي لنا بحال شي مورانغ. هنايا على فكره المقادير غادي تلقاوهم مكتوبين في صندوق الوصف. فمن بعد خديت صفار البيض، ضفت عليه السكر مع الفانيلا وغادي نضربو مزيان حتى يبيض لي اللون ديالو. من بعد غادي نضيف زيت المائده تدريجيا مع التضرب المستمر. كيف يتخلط لي غادي نضيف داك الحك ديال اليوغورت. هنايا اليوغورت اللي استعملت هو طبيعي، ممكن تستعملوا نتوما اي يوغورت باي نكهه، ومن وزن 125 غرام. من بعد غادي ناخذوا واحد الصفايه اولا واحد الشبكه نوضع فيها الدقيق مع الكاكاو مع الخماره اولا البيكنج باودر، ونرجع نخلط هادشي مزيان. في الاول ما كنخدمش الباتور، غير كنخلط باش ما كيطيرليش داك الدقيق. من بعد كنخدمو نبدا نخدم مزيان داك العجينه ديالي. غادي نحصلوا على عجينه ثقيله، انما ما تخافوش. من بعد فين غادي نبداو نضيفوا بيض البيض فهي كتبدا تطلق لنا داك العجينه. فكيف ما قلت لكم غادي نبداو نضيفوا بيض البيض في اول دفعه، غادي نحركو مزيان ماشي مشكل، ولكن في الدفعه الثانيه وباقي الدفعات اللي غادي نديرو ديال بيض البيض نحركو بشويه من التحت للفوق حتى كنحصلوا على عجينه بحال ديال كيف ما لاحظتوا على الصوره. فمن بعد كناخذ واحد المول، يا اما نتوما دهنوه بالزبده ترشوه بالدقيق، يا اما تلبسوه بالبابي سولفوريزي كيف ما درت له انا، وكنكب فيه داك العجين وغادي ندخلوا الفران. مسخناه انا على درجه حراره 180 درجه، غادي نخليوها طيب 45 دقيقه. فهنايا بعد ما طابت داك الكيكه وخرجات فماشي مشكل الا ما جاش شكلها من الفوق زوين بزاف. من بعد ما غادي نبدلوا لها الشكل ديالها. فمن بعد كيف ما قلت لكم خليتها كترتاح لي في داك المول ديالها واحد 5 ديال الدقائق. من بعد ديموليتها وخليتها حتى بردات. فمن بعد ما كتبرد لي كناخذها وكنقطعها هكا من الفوق، كنزول داك الطبقه الفوقانيه وغادي نخليها على جنب. هنايا غادي ناخذ 400 غرام من الكريمه السائله بتكون بارده مزيان. غادي نضيف عليها 4 ديال المعالق كبارين ديال السكر بودره اولا سكر كلاصي، ونضربها مزيان حتى كتولي لنا شونتيي وكتعقد. ما تضربوهاش كتر من القياس سينو من بعد غادي تفصل معكم وغادي تولي زبده، يعني غادي تفصل، غادي تولي الزبده والماء بوحدهم، فما خصناش نضربوهم اكثر من القياس. فبعد ما بردات لي داك الكيكه خديتها وبديت هكا كنوضع فيها طبقه من الكريم شونتيي، كنحاول نوزعها بشي سباتولا. وخديت هنايا 2 موزات يكونوا كبارين اولا 2 بنانات وقطعتهم هكا دوائر وبديت كنستفهم فوق داك الطبقه ديال الكريمه. من بعد غادي نرجع نحط طبقه واحده اخرى من الشونتيي وغادي نحاول نغطي داك الطبقه ديال الموز على قدر المستطاع. من بعد خديت انا داكشي اللي شاط لي من الكيك اولا داك الطبقه اللي قطعنا من الكيك وطحنته مزيان دوزته في الروبو. من بعد كناخذو كنوضعو فوق داك الكريم شونتيي، كنحاول نغطي داك الكيكه كامله، يعني داك الكريمه ما كتبقاش تبان عندنا، يعني تنعطيو لها الخطر هكا بشويه بشويه راه تلصق بكل سهوله. صافي. وخديت انا داك الكريمه اللي كانت تبقات لي، يعني شاطت لي واحد شويه ديال الكريمه درتها في جيب حلواني مع راس يكون مشنف، وبديت كنوضع هكا دوائر ولا بحال هكا بحال الوريضات، وكنرش عليهم القليل من داك الكيك اللي كنا طحنا. صافي. وها الكيكه ديالنا عندنا واجده. هنايا من الاحسن ديروها في الثلاجه، يعني قبل واحد ساعه قبل ما تقدموها.
فهكا داك الكيك كيتلصق مزيان على الكريمه وما كيبقاش كيتفرتت لنا. فهذا هو شكلها من الداخل، راه كتجي جدا شهيه ولذيذه، كتجي هشيشه بزاف. كنتمنى انها تنال اعجابكم، والفيديو ديال نهار اليوم كذلك الوصفه انهم ينالوا اعجابكم. ما تنساوش الى عجبكم تخليو لي جيم، لايكاتكم، تعليقاتكم، وتشتركوا كذلك بالقناه باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم. انا غادي نقول لكم تهلاو لي فراسكم، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم والسلام عليكم ورحمه الله.